بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. أخبار نادي الزمالك، مؤتمر صحفي لمستر بيسيريو المدير الفني لفريق الزمالك. راجل بيدي ثقة للعيبة، راجل بيتكلم عن لعيبة كويس، راجل بيتكلم عن إن كل همه إن هو يفوز، راجل بيتكلم عن الدوري المصري وإن ما فيهوش أهداف كتيرة، وإن هو بيحب المباريات اللي بيكون فيها أهداف كتيرة وبيلعب من أجل الفوز. صحيح وتعادل مباراتين مع بتروجيت بس كان لسه جاي، ومع النادي الأهلي برضك كان لسه برضك، ولكن احنا متفائلين جدا بهذا المدير الفني اللي عنده فكر، اللي عايز يعمل حاجة مع نادي الزمالك. وبنقول ان دايما الجماهير هتقف جنبه وتقف في ظهره وتساعده، ونتمنى الإدارة توفر له كل احتياجاته. الراجل قدر في فترة صغيرة دي ان هو ينال ثقة اللعيبة. اجمل حاجة فيه ان هو بيتعامل نفسيا مع اللعيبة، بيقدر اللعيبة اللي معاه، بيكبرهم، بيدافع عنهم، واقف في ظهرهم، مساند ليهم. اتكلم حتى على الجمهور، يعني هو بيستغرب من القرار اللي طلع من رابطة الأندية بمنع الجماهير من الحضور مرتين. يعني قرار غريب جدا ان انت بتمنع جماهير الزمالك كاملة ان هي ما تحضرش الماتش بتاع زد، وفي نفس الوقت بتقول جماهير النادي الاهلي اللي حضرت المباراة هي دي اللي ما تحضرش بس. ودينا شفنا جماهير النادي الاهلي النهارده، وشفنا طبعا التحكيم كالمعتاد. يعني بن شرقي النهارده كان يستحق طرد النهارده، ولا حياة لمن تنادي، ولا في فار ولا في قطة، مفيش اي حاجة خالص. حتى المعلق النهارده غريب جدا، المعلق النهارده كان نازل يلعب، يعني ناقص ان هو ينزل يلعب مع النادي الاهلي، النادي الاهلي واللحظات الاخيره واللحظات القاتله والكبير وايه ده. ايه، مفيش حياد خالص نهائي. مدي النادي الاهلي حقه، مش مدي حرس الحدود حقه. الحرس الحدود اللي كان مقطع الاهلي في الشوط الاولاني، وكان بيدافع كويس جدا جدا في الشوط الثاني، واحرج الاهلي النهارده. فانت كمجلس اداره بتطلع بيانات بس. النادي الاهلي بيشتكي، يقدم شكوى رسميه للجنه الانضباط ضد جمهور الزمالك، وانت بتطلع بيان وبعدها بساعه بتتعاقب 200,000 جنيه ومباراتين. يعني قمة الظلم وقمة الطغيان وقمة ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يعني شيء غريب جدا 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 جدا. واللي يطلع يهدد رئيس لجنة المسابقات، واللي يطلع يهدد اتحاد الكورة، واللي يهدد الرابطة، ومفيش حد بيتكلم. ده حتى الراجل الغلبان رئيس لجنة المسابقات قال لك انا ما قدمتش الشكوى ومش هقدم شكوى ومش هعمل اي حاجة. انا بتقبل الرأي والرأي الآخر. رأي ايه؟ في فرق بين الرأي والرأي الآخر. في فرق ان انا انتقد، وفي فرق ان انا بقول لك خد ورقك وامشي. ده قمة الإهانة. لكن احنا بيانات، بيانات بس، ما بنعملش اي حاجة غير البيانات وشغل. يعني النهارده في الراديو النهارده الكابتن شوبير بيقول لك ان عادي طالما في لاعب متاح الاهلي يفاوضه. طبعا لما حد بيساله على زيزو وبنتايج وهل ممكن الاهلي يفاوضهم، قال لك طالما لعيب متاح يبقى خلاص. وده اللي هم شغالين عليه. وانت بتتاخر وبتدي فرصه للاخرين ان هم يخشوا على صفقاتك او يخشوا على اللعيبه بتاعتك. انت على راي يمكن الصديق محمد خليفه، يعني انت فاتح سوق الخضار، الناس بتختار اللي هي عايزاه. وادينا شفنا بن شرقي اللي كان هيجي ب 700 الف دولار، وللاسف الشديد تقاعسنا في اننا نتعاقد معاه. شايفينه ازاي ان هو فارق مع الاهلي، جاب لهم الفوز النهارده في الوقت الضايع. بنتاج في خطر. انت باعت للنادي الاتياني الفرنسي بتطلب التقسيط او تخفيض المبلغ والتقسيط. التاني هيعلي عليك، عنده فلوس وعنده دولارات، هيدفع، هيخلص. فانت لو ما لحقتش وخلصت، يعني ده لازم يكون متاح بالنتائج ده. ما انت ما يعني لو انت راح منك تبقى مشكله، ولو زيزو برضه راح منك تبقى مشكله. فمحتاج تحرك من مجلس اداره نادي الزمالك، تحرك اكثر. مش عايزين نمشي بسياسه السلحفاه دي، يعني نستنى لاخر لحظه. خلص من دلوقتي عشان يبقى في استقرار فني موجود في الفريق. لكن هتستنى هتبقى مشكله. المنافس بتاعك ما بيرحمش. تفرش له بقى السجاده الحمراء، السجاده الصفراء، السجاده الخضراء، مفيش فايده. هو اعلام شغال، معلقين شغالين، حكام شغالين، كله.
وانت لا حياة لمن تنادي. المهم ان نركز ان شاء الله في مباراة زد بكرة بإذن الله، ربنا يوفق فريق الزمالك ويقدر ان هو يحقق الفوز ويرجع تاني للمنافسة على قمة الدوري. ونقول لجمهور الزمالك معلش، احنا ما عندناش حد بيدافع عنا، الزمالك ملوش غير جمهوره، ده اللي نقدر نقوله.